مساءكم ورد وحب وياسمين على أحلى وأجمل ناس بالدنيا كلها. شلونكم حبايب قلبي؟ شخباركم؟ إن شاء الله كل بخير وصحة وسلامة. اشتاقتكم كل هواي حبايب قلبي، رجعت وياكم في فيديو جديد. إن شاء الله الفيديو يعجبكم. بالمناسبة ما حد سوالي عيد ميلاد، بس صديقتي زهورة فدوى قلبك حبيبتي ما قصرتي، جابت لي هالكيكة وهالباقة الورد المثل هالجميلة. بعدها هنا هسه راح اسولف لكم صار بيه. بعدها هنا رحت للسوق، كنت محتاجة أشياء فتشوفوا مشترياتي وياكم. جبت هذا الفنجر وجبت هذا الحليب بالكيكة وجبت هاي الأجبان اللي أنا أحبها. مثل ما تشوفون هاي مشترياتي قبل العيد، يعني هن أشياء نحتاجهن للبيت. هنا أنا جبت هذا دهن جنة حتى إن شاء الله أسوي كليكة وياكم. أجلكم الله جبت هاي الأكياس مال النفايات قطعتين. هنا أنا جبت هذا كلينس المطبخ، لازم كل ما نروح للسوق لازم. بعدها جبت هاي القطاعات مال الثلج مثل ما تشوفون حبايب 2. جبت هذا معطر الأرضيات الفل بنات، ريحتهم كلش طيبة، جبت 2 بنات. جبت هذا يشد البشرة وينطي نضارة وترطيب، صح سعره غالي بس كل زين على البشرة. هنا أنا جبت هذا العطر زيدان كلاسيك، أنا كلش أحبه، جبت من يمه قطعتين. وجبت هذا ليزر، هذا عطر أمي فلهذا السبب أجيبه دائما. جبت هاي القدمات لازم كل ما نروح للسوق. هنا أنا جبت بنات هذا عطر رشا، هذا من كنت بالسادس إعدادي أستخدمه فضال حبه يعني بيه فجبته. وجبت هذا العطر هماتين الجديد، كلش أحب العطور أنا بنات. هنا أنا بنات شنو يطلع قدامي، جاي افتح العلالي قدامكم واصور. هنا أنا جبت هاي المجموعة مالي البهارات كنت مخلصة، جبت كاري وجبت كركم وجبت دارسين وجبت هنا نكهة البرتقال وجبت بهارات جدر حارة وباردة وجبت البابريكا الحمراء. هاي مثل ما تشوفون حبايب هاي مجموعة البهارات. جبت قص لحم وجبت قص دجاج. بعدها جبت هاي المعطرات 2 كلش استخدمها يعني واحب ريحتها، يعني تبقى الجسم ريحته طيبة. جبت هاي المعطرات 2 هنا. وجبت هذا السيروم للشعر كل زين الشعر. واستخدم اني بنات هذا الشامبو والمكيف الاي. والصراحة أنا شعري يساقط بكثرة بس شو أسوي، هاي الأشياء اللي جبتهم. بعدها جبت هاي المعكرونية وجبت هذا الستان أجلكم الله للغربية. شوفوا لي الستان شلون ركبته، هاي أنا ركبته بشرفكم مو معدلة. هنا أنا بعدها هذا صادف غدانة يوم الجمعة، سهمنا وسهمكم ألف عافية، تمنيتكم ويانا غدانة سمك. وبعدها راح يصير بيه فيلم مو طبيعي. فبعد ما خلصنا الغدا سمك، هنا اجيت دخلت للحمام حتى انظفه. شوفوا لي الحمام قبل وشوفوا لي الحمام بعد. فهنا مثل ما تشوفون هذا شكل الحمام. هنا أنا راح اجيب من الادوات مالتي. اول شغلة بلشت بيها اجلف بالغسالة. هنا أنا بنات احنا جبنا ابو السبالت يغسل لنا السبالت، سبلة الغرفة وسبلة الصالة. من نزلوا السبلت أجلكم الله ذب الخياس مالته على الحائط. زين أنا الحائط مالتي أبيض، صار الحائط عبارة عن سواد، شوفين بس سواد. زين الغرفة هي صح ورق جدران بس أنا نظفته، يعني الغرفة ورق الجدران نظفته وغسلته يعني بالصوندة. بس الصالة يعني فوق هو بياض وصبغ فما قدرت يعني شون اجي الفنة بالصوندة فما قدرت. فبيومها صار بينا فيلم هندي، بحيث اجانا الولد ابو السبالت. هاي يوم الجمعة جاي اسولف لكم، اجانا من الساعة 1 الظهر لحد 5:30 العصر يشتغل بالسبالت. تمام. فانا ايش قلت ما طول الولد يغسل بالسبالت خليني ليش ابقى قاعدة، خليني انظف الحمام. فمثل ما تشوفون بلشت اجلف بالحمام بقاصر وزاهي ومعطر، واجلف بالحمام والولد يشتغل بالسبالت وزوجي يمه، واني وحدي بالحمام اجلف واسوي.
فبنات ما تتصورون بيومها شقد تعب، بحيث اني بقيت انظف من الساعة 12 الظهر ل3 بالليل على فرد جرة وحدي. وتخيلوا انتم الموضوع، أنا كنت ناوية انظف جزء، بس ما صارت غسلة السبالت، خلص بعد قررت كملت البيت بالكامل. فأنا ايش قلت أنا الاستقبال نظفتها وشاركتكم وياها، والفوق كله نظفته وكله غسلته، فما عندي شي بالفوق، والاستقبال نظفتها، فظلت عندي غرفة النوم وظلت عندي الصالة والمطابخ اثنينهن والحمام. جلفت الحمام كملته. شوفوا لي الحمام بنات، شنو رأيكم؟ بينطوني رأيكم، وبصراحة كتبوا لي رأيكم، راح أقرأ تعليقاتكم. شوفوا الجمال وشوف التغيير اللي صار، يجنن، وأنصحكم تجيبون مثلها. هذا كل شي بيه نظفت على حسب الأصول. شوفوا اللمعة اللي بالحايض، يعني والله بيومها بعد قلت لزوجي ما نسبح بيه، قال لي ها بس نباوع عليه، قلت له ايه. هنا شوفوا كل شي بيه نظيف ويلمع لمع. جاي اصور لكم من كل الزوايا. هنا الغسالة نظفتها وكملتها بنات. هذا الستان اللي فوق الغربية اجلكم الله، رتبت بيه هاي الاشياء. هنا كانت اني عندي سلة شلتها ورتبت بيه هاي الاشياء. شنو رأيكم حبايب؟ مو فد شي حلو راقي، وبالنسبة إليه ما ياخذ مكان نهائيا، انصحكم تجيبونه. شوفوا الجمال والكياتة مالته، كلش حلو وكلش حبيته، وحسيته انطى نظارة للحمام تجنن. ما شاء الله اني حمامي الحمد لله والشكر كلش كبير. شوفوا شلون يجنن ويلمع لمع. اخر شي ترست سطل المي وخليت بمعطر وذبيته بالارضية، صارت الريحة تجنن. شنو رأيكم بنات؟ يلا كتبوا لي رأيكم. بعدها شوفوا هاي هنا من يغسل الولد بالسبالت، هذا تصوير زوجي بنات. شوفوا السبالت شلون طلع من يمها، بالرغم يعني احنا ما دائما ننظفهن وهذا. شوفوا يعني اجلكم الله، شوف الخيس هذا كله هيجي خيس وقع على الحائط، وتخيلي انتم الموضوع شلون. فمثل ما تشوفون الجاي يطلع من السبالت. فهنا أنا كملت الحمام، والولد بعده ما مكمل، بعد ما اقدر اطلع. شلون اطلع؟ فقلت خليني اكمل الشغل الجوا ما طول الولد جاي يشتغل. فبلشت بالمطبخ الحار. زين حبايب، هنا شوفوا يعني الولد غسله لحد ما صار المي صافي ابيض، يلا عافاه. يعني بس من تباعون عليه بنات صار يعني شلون إن كأنما اول يوم من جبناه جديد. يعني بالرغم ما احنا سبالتنا جديدة، بس تعرفون يعني جونا احنا شلون ترابه. فهو هنا يغسله بالفارة مثل ما تشوفون. شوفوا الخيس اللي وساخة اللي طلعت من يمه. بعدها هنا قعدت انا جايبة شاركتكم ويا العلب مال البهارات هذين القزاز، ومن فوق قاعدتهن خشب كلش حلوات. فبلشت اصفب البهارات مثل ما تشوفون، والصق الملصقة واكتب عليها بهاي الطريقة. هنا شوفون انا مهوسة بسد الثلاجة وهم يشتغلون بذيك الصفحة. فمثل ما تشوفون هاي البهارات اللي عندي كلها، يعني العلب اللي عندي قديمة كلها ذبيتها، وخليت هاي العلب جديدة كلش حلوات بنات، انصحكم بيها. فمثل ما تشوفون شلون حلوات، ورتبتهن وكتبت عليهن. راح تسألوني منين اشتريتيهن؟ والله انا اشتريتهن من محل موجود يم اختي بالزعفرانية. فخطية آية ما قصرت، هي راحت خطية وجابت لي اياهن، وانا عليه بس دفعت فلوس. بس انا اختارت يعني الموديل كلش عجبني، وحتى بقت اخذنا انا واختي الثانية ومبنو اخذنا من يمهن، بس كلش حلوات. فمثل ما تشوفون هنا أنا عندي اخذت يعني كمية مال بهارات كلش زينة، وكلهن كملتهن بهاي الطريقة. بعد ما خلصت البهارات وعزلت، قلت خليني انظف هذا المطبخ. هنا أنا مثل ما تشوفون هنا أنا بلشت اول شغلة، بلشت جلفت هذا الرف، جلفت السيراميك مال المطبخ الحار كله اللي فوق سعفته.
هذا الميز هم بلشت غسلته. كلش اسفة دا تسمعون اصوات، بس هاي الاصوات بالشارع. فهنا مثل ما تشوفون انا مبلشة اجلف بالسيراميك. هنا أنا مخلية زاهي وقاصر. ابشركم بنات لحد الان يعني اسم الله عليكم حتى اصابع مرمات من القاصر. كلش اسفة دا تسمعون اصوات، بس هذا بالطماطة يصيح صندوق الطماطة ب1500. من تريد اشتري لها يعني شو اسوي؟ قطعت المونتاج اكثر من مرة وهو بعد وقف ببابنا. فمثل ما تشوفون حبايب انا مستمرة اجلف، وهذا ابو السبالت يشتغل بالصالة والغرفة مال النوم. فيقول لي تخليني اكمل بنات وما اسولف لكم. شغلة جر شغلة، شغلة جر شغلة. شوفوا الكارثة اللي صارت. شوفوا لي المطبخ. شنو رأيكم حبايب قلبي بعد التنظيف وبعد الترتيب؟ هذا المطبخ الحار. بنات هذا الفيديو إلى جزء ثاني، إذا شفت تفاعل حلو على هذا الفيديو راح أنزل الجزء الثاني. هاي العلب خليتهن على هذا اللي الكثيرة الاستخدام، خليتهن اللي برا بهذا الراف، والباقيات خليتهم بداخل الكامنتر. حبايب قلبي إذا وصلتوا وياي لهنا أتمنى ما تنسون من اللايك والاشتراك والدعم للقناة. يلا بنات شوفون همتكم حتى أنزل لكم الجزء الثاني من هذا الفيديو وأسولف لكم شنو صار وياي بعد. شوف الطباخ شلون جلفته، وجلفت العيون، جلفت السيبايات، سلفنتها بهذا السيليفون. الجامة هماتين مسحتها بملمع الجام. الأرضية جلفتها. شوفوا لي شلون يلمع لمع. هنا علب البهارات شوفوا اللي قليل استخدامها دخلتها بداخل الكامنتر، بس اللي استخدمها هواي خليتها بالرف الخارجي. شنو رأيكم حبايب؟ انطوني رأيكم وكتبوا لي رأيكم بالنسبة لبنات لهذا الروتين وهذا التنظيف. هذا الجزء الفيديو، والجزء الثاني صار بيوم واحد. وصلت وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى ما تنسون من اللايك والاشتراك والدعم للقناة. يلا حبايب شوفونا تفاعلكم الحلو حتى ينزل الجزء الثاني. باي.